اقول لكل اللي بيكرهوني وما بيحبونيش وبيحقدوا عليا هديك 5 اقلام على وشك عشان انت بتكرهني. انا عايزاكم تشوفوا الانجليش اللي على حق، تنضفوا ودانكم كده عشان تسمعوا اللي هتسمعوه. أيوة. الصرف. تفاحة يعني ايه يا لولي؟ يعني ابل. يعني ايه؟ ابل. لا مش عايزة دي، انا عايزة بتاعت الصرف. تفاحة يعني ايه؟ ايه؟ ابل. الله اكبر الله اكبر الله. يا خلاصي يا خلاصي على الانجليش. ايوه كده الصرف. سمعتوا سمعتوا يعني قولها تاني كده. ابل. ايه؟ ابل. يا خلاصي امريكاني امريكاني مفيش كلام. ياسمين عبد العزيز تصدر الترند باسم يا خواجة. تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مواقع البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها في إعلان جديد لصالح إحدى شركات الأغذية المصرية، وذلك دعما للمنتج المصري. وظهرت ياسمين عبد العزيز خلال الإعلان بأكثر من لوك، وتجسد أداء تمثيلي يتماشى مع سرعة الإعلان بشخصية سيدة خواجاية وأخرى مصرية ترفض الاحتياج لمنتجات الخواجة بجملة اسمع يا خواجة مش عايزين منك ولا حاجة. والجدير بالذكر إن الفنانة ياسمين عبد العزيز قد أعلنت عن بداية تصوير مسلسل وتقابل حبيب المقرر عرضه في رمضان 2025. مسلسل وتقابل حبيب هو بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجاري حاليا الاتفاق مع باقي أبطاله، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري. يذكر أن ياسمين عبد العزيز غابت عن منافسات مواسم دراما رمضان الماضي 2024 بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع الفنانين أحمد العوضي وماجد المصري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.